أبو طبر واحد من أشهر السفاح المتسلسل العراقي اللي دخل الرعب والخوف إلى أهالي العراقيين وخصص أهالي مدينة البغداد. صاحب أبشع جرائم اللي كان يعملها في سبعينيات، وتحديدا بين عام 1973 إلى عام 1974. سفاح العراقي اللي هز أركان دولة العراق في وقتها. تخيلوا بسبب هيدا السفاح نزل أسعار البيوت والإيجارات في عاصمة البغداد. السلام عليكم، كيف وشو اخباركم؟ انا ابو الزير، واليوم رجعت لكم بقصة جديدة. قصتنا اليوم بيحكي عن واحد عراقي او سفاح العراقي معروف باسم ابو طبر، اللي دوخ العراقيين في سبعينيات. انه ابو طبر اللي اسمه لساته مذكور بجيل السبعينيات. قبل ما ندخل على موضوعنا يا جماعة الخير، بتمنى من الكل يعمل لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس. وهلق بنقول لكم خلينا ندخل على موضوعنا دغري. حاتم الكاظم الهضم، ملقب بأبو طبر، من مواليد عام 1932، وهو من قضاء المسيب تابعة لمحافظة البابل. كمل دراسته ابتدائية والمتوسطة بين عام 1946 إلى عام 1949. بعد ما تخرج التحق بمدرسة الشرطة، ولكن بعد عام واحد انطرد أبو طبر من شغله بسبب أخلاقه السيئة، لأنه كان هو أخلاقه سيئة مع الأشخاص اللي حواليه. بعد ما انطرد التحق بكلية السلاح الجوي، ولكن تم طرده في عام 1956 بسبب عبثه في طائرات التدريب. يعني كان يعمل أشياء الغبية وهو عم يدرب. في بعض الرواية بتقول انه ابو طبر وهو عم يدرب حاله في الطيارة، يعني هو بالسماء، كان يطير فوق منزل حبيبته. كان عم يشوف حاله قدام حبيبته انه يتباهى حاله، فتم طرده عام 1956. بعد ما طرده راح الى دولة الكويت، ضل في دولة الكويت تقريبا حوالي سنتين، وبهدول السنتين درس دراسة الاعمال الحرة. ورجع الى العراق عام 1959 واشتغل كمحاسب في احد جمعيات الخيرية تابعة للايتام، وتحديدا في مدينة الكركوك الكردية. حبيبنا ابو طبر كان يتكلم اكثر من 6 لغات. اهم هدول اللغات واللي هن اللغة العربية واللغة الكردية واللغة الإنجليزية واللغة الألمانية. لما صار يشتغل محاسب في أحد الجمعيات الخيرية في مدينة الكركوك، صار يسرق الأموال الدولة. أبو طبر كل 20 يوم إلى شهر كان يسرق مبلغ مشان ما حدا يشك فيه. ولكن بعدها بفترة قصيرة أبو طبر انكشف وهو عم يسرق المبلغ من المبالغ الدولة. الشرطة العراقية اجوا قبضوا على أبو طبر وحطوه بسجن لمدة 2 و6 أشهر. بعد ما قضى بسجن تقريبا حوالي 2 و6 أشهر، رحل من العراق وذهب إلى دول أوروبية. راح على عدة دول أوروبية، ولكن في الآخر استقر في دولة ألمانيا، وتحديدا في مدينة الميونخ. هون حاتم الكاظم الهضم اللي هو أبو طبر تعرف على الرجال اليونانيين والألمانيين. بعد ما تعرفوا على بعض بشكل كبير، صار يهربوا أسلحة والسيارات إلى دول مثل تركيا وسوريا. وفي بعض الأحيان كان يهرب أشياء الممنوعات، يعني أكيد فهمتوا عليه. أبو طبر انكمش عدة مرات، ولكن في مرة الرابعة هون شرطة ألمانية قبضوا عليه. كشفوه انه هو عم يهرب الأسلحة والسيارات إلى دول تركيا وسوريا. حكموا على أبو طبر بسجن 10 أشهر. بعد ما قضى 10 أشهر في سجون الألمانية، رجع إلى دولة العراق. رجوع أبو طبر إلى دولة العراق ما كانت مبشرة نهائيا، يعني ما كانت خير نهائيا. لما رجع على العراق تزوج واحدة اسمها ساجدة علي محمد رشيد. لما رجع على العراق في بداية عام 1973 عمل أول جريمة. بعد ما يتزوج بيعمل أول جريمة بحياته، بيقتل واحد يهودي. بفكر انه هيدا اليهودي معه مصاري كتير، ولكن بعد ما يقتلوه بيكتشف انه هو واحد درويش، واحد فقير ما عنده اي شيء. هون ابو طبر عمل خطة انه قبل ما يقتل اي حدا لازم يعرف تفاصيل حياته، هل هو زنقين ولا فقير والى اخره. فصار يتعاون هو ومرته اللي اسمها ساجدة، وحسين اللي هو ابن اخته، واخواته 2 واللي هن حازم وغالب، وكمان امه. انتم متخيلين؟ امه كمان صار يتعاون مع ابنه لقتل الناس. بعدها بفترة قصيرة، بعد ما قتل هداك اليهودي، بيقتحم على منزل وحدة اسمها ماجدة حمامي، زوجة سيد رشيد سيد. بيقتحم ابو طبر وابن اخته حسين بعد ما يجي معلومات من مرته انه في وحدة لحالها بهيدا المنزل.
لأنه زوجة أبو طبر كانت تشتغل خدامة عند بيوت العانة، فكانت تعرف أيمت بيطلعوا وأيمت بيدخلوا، أيمت بيسافروا وأيمت بيضلوا. لما اقتحموا على منزل امرأة اللي اسمها ماجدة حمامي بهي الليلة، مراد رشيد ما كان بالبيت. وطبعا أبو طبر قبل ما يعمل أي جريمة كان ياخد معه قطعة من الحديد الطويل وكان برأسها في فخسة، ما بعرف شو بتسموها، كان يخبي هيدا الحديد تحت كنسته. اقتحموا على بيتها وكمشوا ماجدة حمامي وربطوها بالحبل، وصاروا يسألوها انه وين مخبية مصاري وذهباتها، لكن ماجدة الحمامي ما اعترفت. فهون اخونا ابو طبر جاب هي الحديدة اللي عليها فأسة وضرها في نص راسها. ماجدة حمامي انقتلت في ارضها، فابو طبر وحسين صاروا يفتشوا البيت، فاخذوا كل شيء اللي بدهم اياه وشالوا جثة الماجدة وراحوا وحطوها في سيارته. ركبوا بالسيارة وراحوا على مدينة العامرية، وهي المدينة يعني على أطراف مدينة البغداد. راحوا كبوا لها هنيك مشان يعني ما حدا يحس فيه. بعد ما كبوا جثتها هنيك راحوا كبوا سيارتها في مكان تاني. بعد ما كبوا سيارته اجوا على البيت وصاروا يقسموا المصاري وذهبات اللي اخذوها من بيت هي الامرأة. فهي جريمة بيصير ضجة في مدينة البغداد. طبعا بعد ما الشرطة العراقية لقوا جثة على اطراف مدينة البغداد وتحديدا في مدينة العامرية، والمدينة العامرية كانت عبارة عن مدينة الصحراء تقريبا، والشرطة ما بيشكوا بحدا الا على زوجها واللي اسمه مراد رشيد. الشرطة العراقية بيجوا بيقبضوا على رشيد وبيعذبوه تعذيب، بيعذبوه عذاب شديد. ولكن للأسف مراد رشيد كان يقول للشرطة انه انا ما لي دخل بهي الجريمة اللي صارت، مستحيل اعمل هيدا الشيء بمرتي. فبعدها بفترة الشرطة طلعوا رشيد من السجن في يوم من الأيام، وتحديدا في 4/7 عام 1973. أبو طبر وابن أخته حسين بيعملوا جريمة بهز الأركان العراق. دائما شهر السادس وسابع وثامن وتاسع بيكون جو حار كتير، فأغلبية العراقيين بيروحوا بيناموا على السطوح بهيدا التاريخ، وتحديدا في اليوم الجمعة في منتصف الليل، يعني تقريبا ساعة شي 12 إلى 1 بالليل. هون أبو طبر وحسين بينطوا على جدران وبيوصلوا على أحد سطوح واحد عميد متقاعد اسمه بشير أحمد السلمان. لما يوصلوا على السطوح بيكون أحمد ومرته وولده وفي شخص تاني نايمين على السطح. هون أبو طبر وحسين بيقتلوا عميد ومرته وولده اللي عمره تقريبا 10 سنوات، وولد تاني قرايبه للعميد. بعد ما يقتلوهم بيدخلوا على بيتهم وبيسرقوا كل شيء اللي بدهم إياه وبيهربوا. تخيلوا يا جماعة الخير، هي جريمة هزت العراق بأكملها، دخلوا رعب والخوف على القلوب العراقيين وخصص أهالي البغداد. وبعدها بفترة قصيرة ب 28/7، يعني بعد تقريبا شي 20 يوم 24 يوم، بيروح أبو طبر وحسين على منطقة معروفة في البغداد اسم المنطقة الكرادة، وتحديدا إلى منزل عائلة أرمنية اسمها جان أرنيسي. وهي العائلة قريبة جدا من قصر الجمهوري، يعني بعيدين عن قصر الجمهوري حوالي 300 متر، وقريبة من جسر 14 تموز. بيدقوا على الباب تطلع لهم السيدة. أول ما تطلع السيدة بيضربوها على راسها وبيموتوها. بيدخل على البيت، لما بيدخلوا على أحد الغرف بيلاقي إنه في بنت نايمة، فبيقتلوا هي البنت بأبشع الطرق مثل ما قتلوا أمها. قتلوهم عن طريق الحديد اللي عليها الراس. فهون خدامة بتسمع انه في اصوات غريبة عم يطلع من البيت. هي الخدامة بدها تشوف شو عم بتصير، بتلاقي انه في شخصين غريبين بداخل البيت. فهون ابو طبر وحسين بيضربوا هي الامرأة، بيضربوها على رأسها لحد ما تفقد الوعي. فأبو طبر وحسين بيفكروا أنه هي الخدامة ماتت، ولكن في الواقع هي ما ماتت، هي أغمت عليها. هون هي جريمة انتشرت بشكل مرعب جدا في دولة العراق. تخيلوا يا جماعة الخير أنه في عشرات العائلات من أهالي بغداد طلعوا من العاصمة. أشخاص اللي كانوا بدهم يشتروا بيوت في بغداد خلص بطلوا انه يشتروا، واشخاص اللي كانوا بدهم يستأجروا في بغداد قرروا انه يبتعدوا عن المدينة البغداد. فهون كانت ضربة قاضية جدا للعقارين، اسعار نزلت بشكل مرعب.
هون الشرطة العراقية طلبوا مساعدة رسمية من دولة فرنسا ومن الاتحاد السوفيتي، حتى هدول الدول ما كان لهم أي فائدة. الصدمة يا جماعة الخير لما صار في تعاون بين شرطة عراقية وشرطة فرنسية وشرطة اتحاد السوفيتي، وهن عم يبحثوا عن هيدا المجرم اللي عم يقتل هدول الأشخاص. أبو طبر كمان كان عم يدور معهم، يعني تخيلوا أبو طبر عم يدور على حاله. الشخص اللي عم يقتل كل هدول الناس هو مع الشرطة، هو يلي عم يدور على حاله. في 30 مارس عام 1974 أبو طبر بيدخل على البيت دكتور واحد اسمه جوزيف بولبيدرو جادرجي. دكتور جوزيف كان مسافر إلى برا المدينة، فكان حاطط حارس على بيته. فأبو طبر بيدخل على بيت جوزيف بسر بدون ما يحس هيدا الحارس. وهيدا الحكي كان تقريبا ساعة 1:30 41 دقيقة بالليل. لما دخل أبو طبر على منزل الدكتور جوزيف، هيدا الحارس حس انه في اصوات الغريبة عم تطلع من البيت. لما هيدا الحارس بيدخل على البيت بيلاقي أبو طبر شربان، مانو حاسس بحاله شي نهائيا. شاف انه في شخص داخل البيت شربان الكحول من داخل الثلاجات. هي حركة الغبية اللي عملها أبو طبر، واللي كانت نهاية أبو طبر. فهيدا الحارس بيكمش أبو طبر وبيتصل على الشرطة، فالشرطة بيتلقوا مكالمة تحديدا ساعة 2:55 دقيقة. هون الشرطة بيقبضوا على أبو طبر، وطبعا ما بيعرفوا أنه أبو طبر هو سبب كل هالمشاكل اللي عم تصير في بغداد. فأبو طبر أثناء تحقيقات قال الشرطة أنه أنا واحد فقير عم بدور على الأكل، يعني ما عم لاقي الأكل، فأنا مضطر أني أسرق المال أو الأكل من بيوت العالم. فهون الشرطة العراقية اكتشفوا أنه أبو طبر كان أحد أفرادهم كان عم يدرس في كلية سلاح الجوي. فلما دخلوا على بيته يا جماعة الخير، طبعا الشرطة ما بيعرفوا أنه أبو طبر ورا كل هالجرائم اللي عم تصير في بغداد. لما بيدخلوا على بيته بيشوفوا مجوهرات، ذهب، راديو اللي حقها ملايين الدولارات. بيكتشفوا كل الأدلة اللي كانوا عم يدوروا عليها من خلال الجرائم اللي كانت عم تصير في بغداد. وطبعا الراديو اللي الشرطة العراقية شافوها في بيت أبو طبر، هدول أنواع من الراديو مانا موجودة إلا 2 في العالم. واحدة كانت عن عائلة جان أرنيس اللي أبو طبر قتلها، اللي هن كانوا ساكنين قريب من قصر الجمهوري. فهدول الأدلة كانت قوية جدا أنه أبو طبر كان وراه كل هالجرائم اللي كان عم يتصير في بغداد. وأدلة أقوى الخدامة اللي أغمى عليها، اللي أبو طبر وحسين فكروا أنه هي الخدامة ماتت. هي الخدامة قالت للشرطة أنه هيدا الشخص قتل عائلة جان أرنيس. فهون الشرطة العراقية قبضوا على أبو طبر وحكموا عليه في عام 1980 حكم إعدام شنقا، وتحديدا في سجن أبو غريب. آخر كلمات لأبو طبر قبل ما يعدموه قال: أنا مبسوط اللي أنا عملته، وإذا بيطلع بإيدي راح أعمل أبشع من هيك أشياء اللي أنا عملتها. وبس وصلنا لنهاية المقطع. سلام عليكم.